هو في ايه؟ يا مغاربة، في يا مغاربة بجد. هو انتوا كل ما تبقوا زهقانين وكل ما انتوا مش لاقيين انتصار وكل يوم عايزين بطولة جديدة وكل يوم عايزين احتفال جديد وكل يوم عايزين تتوج جديد وكل يوم خلاص بقى عايزين تكسبوا الجزاير، هو في ايه؟ لا بجد، هو المغرب كل ما يبقى زهقان يجي يلعب الجزائر يكسبوا 5-4؟ هو في ايه يا جماعة؟ واحد يقول لي ايه يا عم المحايد، مالك طالع منشكح كده وفشيخ لي ضبك ليه؟ في ايه يا عم مالك؟ قوله النهارده المنتخب المغربي للمرة الكام دي، للمرة السابعة ولا التامنة في الشهر يكسب الجزائر، انا والله ما عارف. المنتخب المغربي تحت 19 عام يفوز على المنتخب الجزائري استعدادا لكأس العالم في مباراة ودية ويفوز بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، 6-2. ايه في ايه؟ في ايه بجد والله العظيم؟ امبارح المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الجزائري تحت 17 عام لكرة السيدات بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، هو في ايه بجد؟ لا والله العظيم بجد، هو في ايه؟ هو انتوا كل ما تبقوا زهقانين وكل ما انتوا مش لاقيين تعملوا حاجة وكل يوم انتوا عايزين تاخدوا بطولة وكل يوم عايزين تكسبوا الجزائر، ارحموهم. ده انا والله العظيم كمصري اتخنقت لهم. هما مش هيكسبوكوا في اي لعبة يعني ولا انا مش فاهم؟ لا والله بجد يا مغاربة، يا مغاربة لازم نقف بقى عند نقطة محددة. هو كل يوم اسمع ان المغرب بتكسب الجزائر؟ لا في ايه بجد؟ لا لا لا، ايه الحكاية بقى؟ ايه الروايه وايه الحدوته وايه القصه وايه الحكايه؟ لا ده احنا بنتكلم على كبير بقى. ده انتوا بصراحه يعني في ايه؟ لا ليهم بقى حق الاعلام الجزائري يطهق ويزهق وما يطلعش وينسحب من الاستوديو. لا بصراحه ده حاجه فظيعه، بكل امانه حاجه فظيعه بصراحه. ما شفتش فظاعه كده. احترامي الكامل، انتوا عارفين انا يعني مش في عداوه مع حد، لكن حقيقي المغرب بيعملوا ده. انت بتكره الناس فيك يا عم انت. ما لو لعبت تونس ولا مصر هتعمل ايه يا عم انت؟ في ايه يابا؟ طايح ليه في المنافسين كده؟ اصل بصراحه عمال تكسب الجزائر وقلنا يا عم انت الجزائر معاهم طار، ماشي. لسه كسبان تونس من 3 ايام، ماشي. لسه كسبان الفوتوسال من من امتى يا رب؟ من اسبوعين، وقلنا ماشي. لكن في ايه؟ ابن المغرب ابراهيم دياز في نهائي دوري ابطال اوروبا، ماشي. نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، ماشي. اشرف حكيمي في نهائي كأس دوري ابطال اسيا، ماشي. لكن بجد كده كتير، بجد كده كتير. ايه عايزين تستحوذوا على جميع البطولات؟ عايزين تستحوذوا على جميع الالقاب؟ ما تسيب حاجه لغيرك يا عم. ما واحد دلوقتي مغربي يقول لي يا عم المحايد انت زعلتني منك، اقول له ليه زعلتك مني؟ يقول لي يا عم المحايد انت بتحسدنا. يا عم والله العظيم 3 ما بحسدك. هو انت ناقص حسد؟ ده انت العالم كله بيحسدك، ده انت العالم كله يتمنى يكون شبهك، ده انت العالم كله بيتعلم منك يا جدع. هو انت في ايه؟ في ايه؟ ما ترحم نفسك شوية. ايه يا عم مستحوذ على كل حاجة؟ مستحوذ على كل حاجة يا عم، في ايه مالك؟ النهاردة الاعلامي الجزائري مش طالع، اعلنوا الغاء البرنامج اللي بيطلع عليه بن شيخ وبحنيكة. قال لك هيطلع يهبب ايه؟ هيطلع يحلل خسارة الجزائر من المغرب 6-2 تحت 19 سنة؟ هيطلع يحللوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولا هيطلعوا يقولوا ايه ولا يزفتوا ايه؟ لا حقيقي، لا بكل صراحة المغرب غير، المغرب غير. المغرب فظيع فظيع فظيع. والله العظيم عشان بس اكون بتكلم بكل حياد، اللي فات ده كان هزار شوية، لكن عشان اكون بتكلم بكل حياد والله العظيم 3. يا عرب يا عرب يا عرب يا عرب، اسمعوا الكلام ده ليكوا
والله الكلام ده ليكوا يا عرب. اتعلم. انا اللي بقول لك، انا مصري. اتعلم. اتعلم ازاي تنهض رياضيا. اتعلم ازاي يكون ليك كل المحترفين المغاربة بتوعك كلهم في نهائيات، اللي في نهائي الكونفدرالية، واللي في نهائي اسيا، واللي في نهائي اوروبا، واللي في نهائي الكونكاكاف، واللي نهائي مش عارف ايه، واللي كسبان في الدوري الاوروبي، واللي كسبان في الدوري مؤتمر. كل حاجة هتلاقي عنصر مغربي. ده دور نص نهائي دوري ابطال اوروبا، اشرف حكيمي ونصير مزراوي وادم اسمه ادم ايه يا ربي، ادم انو ويوسف الخديم وابراهيم دياز ومزراوي ايه يا عم ده؟ تجربة لازم نتعلم منها. دوري ابطال اسيا، النجم المطرقع فيها اشرف حكيمي، هو النجم المطرقع، هو النجم الاول للبطولة. مغربي. مغربي. مغربي، النجم الاول للبطولة مغربي. تعال شوف بقى الدوري الصيني يا مغاربه، تعال الدوري اليوناني ايوب الكعبي، تعال الدوري السعودي حمد الله وياسين بونو، تعال بص على الدوري الاماراتي سفيان رحيمي، تعال بص على الدوري الروسي اسمه ايه يا ربي، الظهير يا ربي، يا رب فكرني يا ربي، المطيع بيلعب في الدوري الروسي تقريبا، المطيع، لا يحيى عطية الله، يحيى عطية الله. تعال بص على الدوري الانجليزي، مرابط نايف اجراد، تألق كبير. تعال بص الدوري البلجيكي، طبعا النجم الكبير، الموهبة البلجيكية المغربية اللي بيلعب في الدوري البلجيكي، اللي كل العالم بيتصارع عليه، كل العالم عايز يتعاقد معاه، كل العالم دلوقتي عايزه تتعاقد مع موهبة المغرب اللي بتلعب في بلجيكا. كلها كلها كلها. هنحاور على بعض ولا ايه؟ دي حقيقة. واخماشي اللي بيلعب في فاريال، ونصيري اللي بيلعب في اشبيلية. لا يعني حاجة يعني لا، درس لازم نتعلم منه. كيفية اللي انت تعلم ابنائك التقدم من المغرب، درس كبير، اداء رجولي، لعيبة كبيرة. النهاردة انا بقول لك، النهاردة الاعلامي الجزائري مش هيطلع في اللقاء الصحفية، مش طالع، هيطلع يقول ايه؟ هيطلع يقول ايه؟ خيبة ايه؟ ولا عنده محترف كويس، ولا عنده محترف في نهائي، ولا في نص نهائي، ولا في ربع نهائي، ولا عنده محترف عدل في اوروبا. وطبعا نسينا أناحي، نسينا أناحي، ونسينا مين يا ربي؟ اللعيب اللي بيلعب في مارسيليا مع أناحي يا جماعة، فكروني، انا والله العظيم من كترهم نسيت. وامين عدلي في الدوري الالماني. يا جدع نسيت، والله نسيت، من كترهم نسيتهم. انا قلت بتاع 30 40 اسم دلوقتي، بس انا مش هسكت، معلش بقى، مش هسكت. بس انا هجيبه، انا هجيبه، مش هسكت. امين حارسي، امين ده يا جدع قسما بالله العلي العظيم حتة لاعب ابن جحدة، جاحد. في واحد برضه انا عايز اجيب اسمه، يا رب بس اجيب اسمه. للاسف ما عرفتش اجيب اسمه. بس هو لعيب جامد قوي يعني، كان يا ربي
ما هو والله العظيم، وكتاب ربنا وكتاب ربنا وكتاب ربنا، ده من كترهم، مش والله العظيم ولا ناسي ولا حاجة، بس ده من كتر من كتر الناس اللي انا بتابعها. فعلا حقيقي وبكل امانة وبكل صراحة. لا، المغرب عدت ناس كتير قوي. لازم بداية النجاح لينا كعرب الاعتراف ان المغرب المتسيد الاول للعرب ولآسيا، وقريبا جدا جدا لأوروبا. واحترامي الكامل لأي منتخب عربي، لكن دي حقيقة لازم نطلع نقولها، ولازم نطلع نقول للناس بما يرضي الله. انا كده خلصت كل كواليس حلقة النهاردة. الف مبروك للمنتخب المغربي النهاردة، فوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 6 اهداف مقابل هدفين. فوز ممتع وفوز رائع، وهارد لك للمنتخب الجزائري. اوعى تنسى اللايك، واوعى تنسى طبعا تعمل سبسكرايب. مع الف سلامة يا احلى جمهور في الوطن العربي.